السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا فيديو تحفة النهاردة. معانا الجاتو الاقتصادي، الجاتو الموفر جدا، جاتو اعياد الميلاد، المناسبات، افراح، اي حاجة مناسبة عندك عايز تعملها جاتو بكوباية من الدقيق هتقدري تعملي احلى جاتو. هيطلع معاكي بالكمية الحلوة اللي انت شايفاها. 12 قطعة جاتو عالية جدا، هشة جدا، طعم بيدوب في البق، غير مكلف واقتصادي جدا وتحفة جدا زي ما انت شايفة بالشكل التحفة اللي انت شايفاه ده. طعمه خطير جدا جدا جدا، طعمه بيدوب في البق، خرافة بدرجة ان انا مش قادرة اقولك عامل ازاي. كل اللي كلوه شكروا فيه، كل اللي كلوه قال لي تحفة، احلى من بتاع المحلات بكتير، احلى من اي جاتوه كلناه. طعم وريحة وشكل بيدوب في البق دوب. يلا نسمي ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونخش نشوف الفيديو التحفة ده عملناه ازاي. معانا هنا 4 عدد بيض، معانا 3/4 كوباية من السكر. هنحط البيض على السكر على الفانيليا. ومعانا هنا مكون أساسي اللي هو المحسن الجل. المحسن الجل يا جماعة هو اللي بيخلي الكيكة عاملة زي الاسبونج بالظبط. طب احنا هنحط محسن جل مش هنحط بيكنج باودر؟ لا، هنحط بيكنج باودر لان دي المواد الرافعه الاساسيه في الكيك بتاعنا. هنخلص كل الفانيليا، وممكن تحط فانيليا سايله، ممكن تحط فانيليا اكياس حسب ما انت عايزه. ده محسن الجل يا جماعه بتاعنا. افتحي الكيس بتاعك وتاكدي من صلاحيه الكيس. اعرف ازاي ان هي بتبقى بصي عامل زي الشفاف زي ما انت شايفه. لقيتي فيه قطعه بيضه تعرفي ان هو بايظ خلاص والكيس اتهوى. لازم يكون بالشفافيه والجمال اللي انت شايفاه ده. انا بقول لك كل التكات، بقول لك كل الحاجات عشان ما تبوظيش الكيك بتاعك ويطلع احلى جاتوه كلتيه في حياتك. يلا ادعي الكوكي بالشفاء وكمان بصلاح الحال، وندعي لكل اخواتنا ربنا يصلح حالهم ويحسن ما بين ايديهم ويحقق لكل واحد امنيته. يلا ما تنسيش اللايك والشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس وكل الناس تستفيد. احنا عملنا ايه يا كوك تاني؟ حطينا المواد السائله اللي هي نص 3/4 كوبايه من الميه، 3/4 كوبايه من السكر، عليهم 3/4 عدد بيض، معلقه من محسن الجل هرميه، فانيليا. الميه تكون ساقعه متلجه، عليهم كوبايتين من الدقيق بنفس الكوبايه اللي احنا شفناها، المعيار اللي احنا شفناه معانا ده، عليهم معلقه هرميه من البيكنج باودر. حطينا كل المكونات في الخلاط. مكوناتنا سهله، مكوناتنا بسيطه. انا اضرب كل ده في العجان مره واحده لحد ما يطلع الفوم زي ما انت شايفاه كده ويعلى معاكي ويبقى بالجمال والحلاوه اللي انت شايفاه ده. طب انا عايزه اعمل نص المقدار يا كوك اللي انت عاملاه. تعملي كوبايه دقيق واحده، عليهم 2 عدد بيض، عليهم نص معلقه من محسن الجل، نص معلقه من البيكنج باودر، نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من الميه المتلجه. هتضربي كل ده في العجان بتاعك. طب لو انا هعمل بالمضرب الكهربائي هتحطي المواد السائله هتضربيها الاول وبعدين هتضيفي عليها المواد الجافه، لكن في العجان اضربي كله ببعضه هيطلع بالقوام والحلاوه اللي انت شايفاه دوت. هيطلع معاكي احلى سبونج بالدقيق العادي. مش هتحتاجي ان انت تشتري دقيق سبونج من بره ولا تكلفي نفسك خالص. كوبايه دقيق واحده ببيضتين نقدر نعمل احلى سبونج ونعمل احلى جاتوه كلتوه في حياتكم. ربنا يحسن ما بين ايديكم. هشه طريه تحفه. شيل الطبقه اللي على الوش ديت. انا بصراحه وانا بعمل نسيت اشيلها بس لازم تشيليها لانها ان هي كانت بيضه شويه معايا، فانا اشتغلت على طول بيها. بس ابقي شيليها علشان يطلع معاكي احلى حاجه واحسن حاجه. تحفه بجد بصراحه. بصي من تحت ما تسويهوش اكتر من 10 دقايق. الفرن بتاعك هادي، سويه من 10 ل 12 دقيقة. شيليه على طول من الفرن علشان ما ينشفش منك وياخد السوى اكتر من اللازم، فهينشف معاكي الاسبونج. الاسبونج ما بياخدش اكتر من 10 12 دقيقة في الفرن علشان يطلع معاكي مظبوط في السوى ويطلع معاكي هش وتاكلي احلى جاتوه يدوب في البوق. انا بقول لك كل التكات، بقول لك كل الحاجات. يا ريت فضلا وليس امرا تسمعي الفيديو علشان تستفيدي منه استفاده كامله، ولما تيجي تعملي حاجتك ما تبوظيش منها حاجه. احنا كلنا بنتعلم من بعض. بصي هشه طريه تحفه بجد. كوبايه دقيق قدرنا نعمل احلى جاتوه، طعم وريحه وشكل مفيش بعد كده. في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده. قطعه الجاتوه هرمية جدا، عالية جدا، اكبر من قطعة الجاتوه اللي انت بتجيبيها من بره. حبة من الكريمة هتحطيهم ما بين الاسبونج بتاعك
وبعد كده هنحط برضو من فوق لحد ما نخلص ونغطي كل الكمية الكيك او السبونج اللي عندنا. هتقطعي قطع الجاتو زي ما انت حابة علشان تقضي المناسبة بتاعتك وربنا يحسن ما بين ايديكم. يلا ما تنسيش اللايك للفيديو بقى، اعملي لايك كتير للفيديو عشان تعلي الفيديو بيه، وانا بعلى بيكم بحبكم في الله. معلش انا اتاخرت عليكم في الفيديو دوت لان انا كنت تعبانه جدا، كنت بمر بظروف صعبه جدا، فادعولي بصلاح الحال. ربنا يحسن ما بين ايديكم، ما تزعلوش مني لو انا مقصره مع اي حد فيكم في اي حاجه، بس بجد كان عندي ظروف جامده جدا هي اللي حيشاني عنكم. وحشتوني، بحبكم في الله، انتوا اخواتي وانتوا اللي بتفرحوني. ما تنسوش الكلام الجميل الحلو اللي انتوا بتفرحوني بيه وبتشجعوني بيه. بص قطعه الجاتو بقى، نرجع للموضوع بتاعنا. قطعه الجاتو بتاعنا عاليه جدا، طبعا انت ما بتجيبهاش بالحجم ده في المحلات، لكن هنا مع كوكي قدرت تعملي كميه حلوه من الجاتو، قدرت تعملي كميه مناسبة للمناسبة بتاعتك من غير ما تكلفي نفسك، من غير ما تشتري اي حاجة من بره، وتقضي المناسبة بتاعتك. وربنا يسعد اوقاتكم. اللي عنده فرح، اللي عنده عيد ميلاد، اللي عنده اي مناسبة حلوة يقوم يلا يعمل الجاتوه التحفة دوت ويقول لي رأيه فيه ويكتب لي في التعليق علشان افرح بيكم وافرح بكلامكم، كلامكم الجميل اللي بيفتح النفس، اللي بيقوينا ويشجعنا. الجاتوه ما كانش ناشف خالص، ما شلتش الحواف بتاعته، عملت كل الكمية اللي انا عاملاها من غير ما اقطع منها ولا هقدر منها اي حاجة، لانك مسوياه السوى المظبوط، مش مسوياه ولا معجناه، وفي نفس الوقت مش مستوي ولا ناشف معاكي. تسويه من 10 دقايق ل 12 دقيقة يطلع بالجمال. بصي شوف، بصي والله قطعة الجاتوه بتتكلم عن نفسها، تحفة بجد، نعومة، طعم بيدوب في البق. جربي. طبعا التزيين دوت بقى حسب الرغبة وحسب الذوق. ايه ممكن تعمليه بالكراميل، بالشوكولاتة، بصوص الجيل التحفة اللي احنا بنزين بيه معاكم. تحطي كريز، تحطي حبة من المكسرات، شكلي ونوعي يا ست الكل، واعملي احلى حاجة في بيتك، وسعدي اولادك وسعدي ضيوفك، وقولي لهم شوفي الجمال والحلاوة اللي انا عاملاها بايدي. طبعا كله هينبهر بشكل الجاتو اللي انتي عاملاه، والطعم خيالي فوق ما تتصوري. يلا ادعوا الكوكي وادعوا الام كوكي علشان ربنا يصلح حالنا ويصلح حال الجميع ويحسن، ربنا يحسن ما بين ايديكم. بنزين هنا بقى بشوكولاته، دي شوكولاته عملناها مجروشه كده علشان نخلي الشكل جمالي. ممكن تستكفي بالشوكولاته اللي هو صوص الشوكولاته اللي احنا زينا بيه، وما تحطيش الشوكولاته دي، حسب الرغبه بقى وحسب انت بتحبي ايه. شكلي وزيني ونوعي علشان تسعدي اولادك وتسعدي ضيوفك بالجاتو التحفه ده. الجيل اللي انا بقول لكم عليه برضو بتزيني بيه، بيدي شكل جمالي جدا، بيدي شكل حلو، طبعا طعمه تحفه. ده بيجي جاهز برضو. كل الحاجات انا بقولها لكم في الفيديو، ما بخبيش عليكم حاجة علشان كل حاجة تبقى بسيطة وسهلة بالنسبة لكم. بقول لكم كل التكات، ايه اللي يبوظ الاسبونج بتاعك، ايه اللي يخليه كويس، اللي يبوظه ان انت تجيبي محسن الجل غير صالح للكيك. اعرف ازاي يا كوكي ان هو بايظ؟ لما تفتحي الكيس تلاقي في قطع بيضة كده، ما تلاقوش، هو بيبقى لونه شفاف، يبقى كده دوت متخزن كويس جدا وصالح لعمايل الاسبونج. بص قطعة الجاتوه عاملة ازاي، تحفة، بتتكلم عن نفسها. يلا اللي لسه قاعدة تقوم تجيب كوباية دقيق كده وتقوم تعمل احلى جاتوه تاكل احلى جاتوه من ايديها وتفرح اولادها وتفرح ضيوفها. بصي ناعمة طرية جدا، هشة فوق ما تتخيلي، طعم تحفة، طعم خرافة، بأبسط من كده ما تلاقيش. كل الحاجات كوكي بتسهلها لكم، بتعمل لكم حاجات واكلات اقتصادية، وصفات اقتصادية عشان اوفر لكم طبعا استحق بقى لايكات كتيرة منكم ان شاء الله. الفيديو يعجبكم تعملوا له لايكات كتير وتشيروا الفيديو على قد ما تقدروا عشان نوصل لاكبر عدد من الناس، والناس كلها تستفيد بكل الوصفات وكل الاكلات اللي كوكي بتعملها، وصفات اقتصادية، وصفات بسيطة غير مكلفة، وربنا يحسن ما بين ايديكم. وبحبكم في الله. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، فيديو الجاتو الاقتصادي اللي من غير دقيق سبونج، اللي من غير اي حاجة مكلفة جدا، بسيط وهشة وناعم بيدوب في البق دوب. ايه رأيكم في الفيديو النهاردة؟ يلا متنسيش اللايك والشير. بصي القطعة عاملة ازاي، والله العظيم خرافية فوق ما تتصوري.
انا ولادي ما كانوش مصدقين ان هي بكوبايه دقيق واحده بس، لما عملته قدامهم انبهروا، وكل الناس انبهرت بالشكل والطعم. ده كان الفيديو النهارده بتاعنا. اوعي تنسي اللايك والشير للفيديو، شير الفيديو على قد ما تقدري عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.